عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في قصة جديدة. القصة ديالنا غتبدا في واحد الصباح بكري في النواحي ديال الدار البيضاء وبالضبط في المحمدية. في الدخلة ديال لوطوروت الناس اللي دايزين من تما غيتصدموا بواحد المنظر كيخلع، واحد الجثة مرمية في القنت ديال الطريق. الحالة ديالها بدات كتحلل، فيها واحد الريحة مجهدة بزاف. الدرك الملكي وصلوا لعين المكان ولقاو الضحية رجل عنده تقريبا شي 35 سنة، كان لابس حوايجو ولكن كان حفيان. قلبوا ليه كرشو لقاوها كلها طعنات والآثار ديال الضرب في الراس ديالو. التحاليل بينات انه الجثة كانت مدفونة في شي بلاصة وجبدوها ولاحوها تما باش يموهوا البحث. شكون هاد السيد وشكون انتقم منه بهاد الوحشية؟ من بعد ما رفعوا البصمات تم التعرف على الهوية ديالو. الضحية هو دهيبي كيبيع المجوهرات، سميتو حمد، عنده 38 سنة، مختفي هادي تقريبا شي 20 يوم. مرتو مشات عودات للبوليس التفاصيل الليلة اللي اختفى فيها راجلها. اتصل بها راجلها مع 8 ديال الليل، قال لها انا غنسد المحل وجاي للدار، ومن تما طفى تليفونه وغبر ليه الاثار. هنايا المحققين غيكتشفوا بانه المحل ديالو كله تسرق، والسياره ديالو لقاوها في واحد البلاصه بعيده بزاف. كلشي كان كيبين بانه هاد الجريمه داروها بدافع السرقه، ولكن شكون هاد العصابه اللي قتلات ودفنات وعاودت جبدات الجثه؟ القضيه بقات مجهوله لمده 6 شهور تقريبا، لا خيط ولا حتى شي دليل، والمتهمين تبخروا ما بقاش بان ليهم الاثار. حتى لواحد النهار وقعت واحد السرقه في مدينه الرباط، هي اللي غتقلب الموازين ديال هاد القصه. واحد الكوبل، راجل ومراته، ناس كبار في السن، عندهم واحد المحل ديال الذهب في مدينه الرباط، سرقات ليهم دارهم. ومن بعد شهرين السيده شافت السلسله والقرميط ديالها كيتباعوا عند واحد دهيبي اخر في نفس المدينه. وهنايا غتمشي تبلغ البوليس، وملي حقوا مع هذاك الدهيبي اعترف ليهم بانه شرا هاد الذهب مسروق من عند واحد العصابه كيجيبوا ليه كميات كبيره من كازا باش يذوبوها. هنايا البوليس غادي ينصبوا واحد الكمين وطلبوا من هاد الدهيبي يتصل بالعصابه باش يجيبوا ليه السلعه. وفعلا طاح في الفخ واحد من افراد العصابه وجابوه. في الاول انكر، ولكن ملي واجهوا بالادله وعلاقته بالدهيبي المقتول في المحمديه، وهنايا غادي يقول لهم كل شيء. وهنا كانت الصدمه الكبيره. هاد السيد اللي وقفوه قال لهم حنا اللي سرقنا الدهيبي ديال المحمديه، وحنا اللي قتلناه حيت بغى يشمتنا في الثمن ديال الذهب. ولكن راه ماشي غير بوحدنا، راه حنايا 4 ديال الناس، انا وصاحبي وجوج خوت اخرين. وهنايا البوليس غادي يسولوه وفين هما هادوك جوج خوت اللي كانوا معاكم. هنايا السيد غادي يسكت، غيبقى ساكت بزاف، واحد شويه غيهبط راسو. وهنا غادي يجاوبهم بواحد الجواب خلى المحققين يتصدموا، ويقول لهم هادوك الخوت حتى هما صفيناها ليهم وما غادينش تلقاوهم. وهنايا فاش اعترف هاد المتهم باللي العصابه صفاتها للدهيبي وبان هاد الشركاء ديالهم اللي هما الخوت حتى هما تقتلوا، التحقيق غادي يتعمق اكثر وكثر وغادي يكشف المستور. وهنا سمعوا معايا اش غادي يوقع بالتفصيل. العصابه كانت مكونه من 4 الاشخاص، 2 صحاب و2 خوت، وكانوا متخصصين في السرقه ديال الديور والمحلات ديال الذهب. الضحيه اللي هو الدهيبي كان كيتعامل معاهم وكان كيشري من عندهم الذهب المشفور بلا بون وبالثمن طايح بزاف. ديك الليله الضحيه قال لهم ما بقيتش باغي نشري من عندكم هاد الذهب، وبدا كيتهرب منهم. هما اعتبروها بحال الحقره وخطوا باش يسرقوه ويقتلوه. استدرجوه بحجه عندهم همزه ديال 10 ديال المليون ديال الذهب. ركب معاهم الضحيه في الطوموبيل، داوه لواحد الفيرما خاويه كينعي الخلا والقيثار، وتما تكرفصوا عليه وقتلوه. دفنوه في الارض ديال هاد الفيرما ومشاو للمحل ديالو سرقوه كامل. الذهب كله اللي كان تما سرقوه. الذهب تقريبا كان كيساوي تقريبا شي 100 مليون ديال السنتيم. من بعد شي ايام مول الفيرما واحد من هاد المتهمين خاف بان الجثه غتفضحو شي نهار. هو عيط لصاحبو ورجعوا جبدوا الجثه من القبر وهزوها لاحوها في طريق لوطوروت
باش يبعدوا عليهم الشبهة، وهذا الشيء اللي خلى الدار كيلقاها. وهنايا الصدمة الكبيرة هي مصير دوك الخوت اللي هما الشركاء. من بعد هاد السرقة هادوك جوج صحاب اللي هما ريوس الحربة بركو كيشوفوا في هاد الذهب اللي هو كتير بزاف، تقريبا شي 100 مليون. الشيطان وسوس ليهم وغرهم. علاش؟ قالوا الا قسمنا هاد المبلغ على 4 غتجينا قليله، علاش ما نصفيوهاش لهادوك الجوج خوت ونقسموا هاد الذهب غير بيناتنا حنا بجوج. وفعلا داكشي اللي داروا، استدرجوا هادوك الخوت لواحد المكان معزول مقطوع ما فيه حتى شي حد. تما غدروا بهم وقتلوهم بدم بارد. وباش يخفيو آثار هاد الجريمة ما دفنوهاش، قطعوها طراف طراف، قطعوهم وحرقوهم في الفران حتى ولاو رماد، ودفنوا العظام اللي بقات شيطة. وهنا المحققين غادي يمشيو لديك البلاصة اللي قالوا ليهم عليها بأنهم دفنوا دوك العظام اللي بقات، وفعلا لقاو عظام بشرية متفحمة كترجع لهاد الخوت المغدورين. وهكا تفك هاد اللغز ديال هاد الجريمة. قتلوا الدهيبي بسبب ما تفاهموش على الثمن ديال الذهب، قتلوا الخوت بسبب الطمع. المحكمة ما تساهلتش مع هاد الوحوش البشرية، تحكم عليهم بالإعدام لخطورة هاد الأفعال اللي داروا، اللي هو القتل العمد مع سبق الإصرار والتمثيل بالجثث. أما الدهيبي ديال الرباط هو ومراته اللي كيشريو الذهب المشفور واللي تكشفات القضية ديالهم غير بالصدفة، خداو 5 سنين ديال الحبس. العبرة الدهيبي الضحية الأول الله يرحمه كان كيشري الذهب مسروق ويتعامل مع الشفارة، ونسى باللي اللي كيربي الحنش كيعضو. اما دوك العصابات ما عندهم لا عهد لا مله، والمال الحرام كيعمل بصيره وكيخلي الخو يقتل خوه على قبل وسخ الدنيا. نتمنى تكون هاد القصه نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله تاني مع قصه اخرى. كانت معكم قصص المغتربه. سلام عليكم.